العقل بيتعلم بسرعة بس الذاكرة بتنسى. يعني ايه يا يوسف؟ يعني انت ممكن تكون خسران النهاردة ولما تسأل نفسك ليه خسرت تقول معرفش، يمكن السوق قلق. بس الحقيقة انت نسيت انك وقعت في نفس الفخ قبل كده. ليه؟ لانك ما عندكش دفتر صفقات. دفتر الصفقات هو ابسط واقوى حاجة بتخليك تكشف اخطائك بنفسك. كل صفقة بتدخلها لازم تسجل دخلتها امتى وليه، كان ترند ولا اوردر بلوك ولا خبر، وقف الخسارة، الهدف، خرجت ليه، خسرت ايه السبب الحقيقي. ومع الوقت هتلاقي فيه غلطات كتير بتتكرر، زي انك تدخل عكس الترند تخسر، وهتلاقي نفسك بتدخل من غير إشارة واضحة والسوق ياكل في راس مالك. وخليني اقول لك نصيحة مهمة، ما ينفعش تدخل اي صفقة وانت حزين او غضبان او وانت مبسوط او طمعان وعايز تحقق اكتر واكتر او تنتقم من السوق. ناس كتير بتفتكر ان هما محتاجين استراتيجية جديدة كل لما يخسروا، بس في الحقيقة هما محتاجين يراجعوا ويشوفوا هما عملوا ايه قبل كده. لازم تكون عارف ان دفتر الصفقات مش بس بيمنعك تكرر نفس الغلط، ده كمان بيخليك تطور من استراتيجيتك وتبني استراتيجية خاصة بيك على اساس واقعي مش نظري. وبالمناسبة هو مش لازم يكون دفتر ورقي، يعني ممكن يكون جوجل شيت او اكسل او حتى نوت على الموبايل. المهم تكتب وتحلل وتتطور. لو مش بتسجل صفقاتك فانت بتحارب السوق وانت معمي. لو عايز نموذج جاهز لدفتر صفقات تستخدمه على طول اكتب لي في التعليقات، ابعت لي النموذج.